السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا جماعة تسامحوني على السيجارة، لأن أنا بصور في إيد السيجارة، أنا آسف معلش. الموضوع مرهق جدا يا إخوانا في التغليف وفي العد والكلام ده كله. الناس اللي كلمت الباشمهندس حسام خدت رقمه مني وكلمته عشان نزود في عرض 5 وخميسة لغاية لما وصلناه 50 عرض. والله يا اخوانا يعني احنا مش بنقول لكم احنا بنتعب عشانكم عشان نشيلكم جمايل، ولكن والله تعبكم متعه يعني. باشمهندس حسام قفل على العرض بعد ما وصل ل50 وقال لي مرضيها للناس التانية اللي كلمتني اعمل عرض وسميه المصري. ليه المصري؟ ليه كلمة المصري؟ عشان الجدعنة. يعني انا عايز اقول في عرض 5 وخميسة اللي خلص ده بقى في ترابط كده ما بيننا، ويكلموني ويكلموا باشمهندس حسام وباشمهندس حسام يكلمني وبتاع، فكان في جو مصري حلو كده، فسمينا العرض ده المصري. المصري معروف ان هو جدع يعني. فبصوا يا اخوانا يعني رجاء لا تستعجلني في الشحن في العرض بتاع المصري اللي انت هتشوفوه هيوهمك ده، ولا يعني انت دفعت الفلوس، جبت لي صورة الرسالة على الواتس بعد ما اديتك الرقم اللي هتدفع عليه، وبعت لي البيانات الاسم والتليفون والعنوان، يعني انت بعت دول على الواتس بصوره التحويل، استناني لغايه ما اجي لك. انت بالنسبه لي دفعت وهيجي لك دور يعني ما تستعجلنيش رجاء يعني. آه اللهم صل على النبي. نبدا العرض. فاكرين العود ده؟ يلا نشوفه. اللي تنيته كده ورخبت في السقف. المهم ايه، احنا ربنا بيوفقنا عشان انتوا ولاد حلال. شويه لقط، بص على الخامه. بنت وظهرت. طيب في منه اللي هو دم الغزال وفي منه اللي هو الازرق، ايا كان فيه. العود مسكته حلوه، الوزن في اللذيذ خالص، التشطيب بتاعه في اللوكس، يعني انت ماسك عود رايق، يعني هو التشطيب بتاعه حلو. طيب مالناش دعوه بالبكش والاونطه ده كله، احنا هنتكلم على الغش. العود جبر مش رقع، العود جبر. اللي انا بعمله ده يطرشق العود، واللي انا هعمله ده يطرشق العود اكتر. تريحش ايدك مع العود عشان مبقاش فيه سلاسل. نشف ايدك، ما تجيش مع العود كده وهو نازل، لا نشف ايدك خليه ينزل لوحده كده اهو. عقلة صدر، ها؟ تعالى لي هنا، انا بتكلم في عقلة صدر. بص كعب العود فين، وبص ايدي مش مايله مع العود. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنجتهد، وزي ما بنجيب حته ضضاعه ندخلها محلنا نخسر لو ما كانش حته ضضاعه نضيفها. انت بتجيب بضاعه ليك وللسوق عشان تبقى عارف. العود لذيذ جدا، مسكته وزنه شيك، التشطيب بتاعه ناعم ولوكس، الدبل لوكس سمره، عود خواجه. ارمي ده. الله، دم الغزال اروق واشيك. بس هتيجي تقول لي انا عايز ده ومش عايز ده، اللي انا يعني العود اللي هجيبه من الكرتونه ويطلع بضغطه العروض ما تلزمنيش، لا ده الحلو. اللهم صل على النبي. شفت منه ال3 متر، شفت من العود ده 3 متر، بس للاسف ما كانش نفس الرساله ونفس الجوده. معنى كده ان هو ال3 متر وحش؟ لا، في الحلو وفي الاحلى. ده العود اليورو، ده العود اليورو. كفايه كده يا محمد. فاكرينه؟ مفيش حد بيعمل كده في عدنه يا اخوانا والله، بس هو توفيق من ربنا. عشان هتنزل تروح تدفع فودافون كاش عشان تشتري العرض، ادانا لك العود ده هديه اللي انت شفته ده، عشان بس مجرد انك قررت انك تشتري العرض. فلما يجي لك يبقى اديه لابنك عشان انت مش هتحتاجه خلاص. عشان لما يجي لك العرض اللي انت هتشتريه هتدفع 50 جنيه او 60 جنيه شحن، حطينا لك كمان واحد. ده بقى خليه ليك، اصطاد بيه خلاص. عشان خاطر رفعت سماعة التليفون وقلت للباشمهندس حسام احنا بنحبك في الله وده عاملين عرض محترم، حاطين لك كمان واحد. تهادوا تحبوا يا اخوانا، اللي ياخد عرض قوي فيه هدايا كتير
صاحبك، عمك، ابوك، اخوك، جارك، والله بتبقى صدقه جاريه. واللي مش عايز يصطاد او يعني مش عندوش خلفه، خده معاك واديله عده وخليه يصطاد. فده ليه. اما انت عشان بتقعد تستعجلني على الواتس وبتزهقني، مش هديك حاجه. خش في العرض، وبعد كده هقول لك هديه صغيره قد كده اطلعها لك على العرض. ما تسرعش الفيديو عشان ما تندمش. سامحوني عشان احنا في حاله ارهاق رهيبه والله. 10 جرس مشبك ب5 ب50. 10 طقم فل حره. الطقم فيه اكتر من واحده، يعني الطقم مش واحده، مش واحده بس. خلاص، 10 في5 ب50. 5 علبات 8 خانات غويطه. العلبه ب25، يعني الخمسه ب125. 10 هلب كوري، نسيت تجيبهم، انا اجيبهم انا. هلب الكرة هي والله العظيم ما شايف. 10 هلب كوري حربة خارجية في5 ب50. 10 مدور كوري تقايل. ده يشتغل يا جماعة مالح ويشتغل قشر بياض تقايل يعني. الهلب المدور ب2.5. 10 ب25 جنيه. 10 فل مشكل ب50 جنيه. 5 عبوات ألماني ب500 جنيه. لو العلب دي خلصت هنحط في اكياس تغلفنا يعني. طبعا هم الناس شافته وحافظينه وعارفين ان هو الياباني بتاعه بينباع ب6 جنيه وغالي، يعني قصه كبيره سعادتك كده. 5 عبوات، العبوه ب100، 500 جنيه. 4 عبوات كوري كربون، ناس حافظينه، العبوه ب75، يعني ب300 جنيه. 4 عبوات شراره، ولو الشراره ده خلص هحط لك بديل له، لان الناس مش عارف بتسف الشراره ده. 4 عبوات شراره ب300 جنيه، اجماليهم 1450. مش هقول لك تحط ايه او تزود ايه لمكسبي زي العرض اللي فات بتاعتك. مش هحدد لك، انت ودماغك اللي تبعته بعته. طيب انت خدت اكسسوارات ب 1450 جنيه، والثلاثه دول ملناش دعوه بيهم. اللي في الاول دول العود، خدوا بالكم، العود ب 275 جنيه. 275 في 3 825 جنيه الثلاث عيدان دول. العرض ده بكام اللي انت شفته، اللي انت ان شاء الله هتهادي بيه برضه وتوزع لحبايبك، ب 1450. طب مش كفايه ب 800 وشويه دول هدايا ولا لا؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. مش هكملك. باشمهندس حسام كلمني قال لي اكتر عود انطلب منك الفتره، والله يا جدعان الراجل ده بيعمل حاجات انا ما اعرفش اعملها. قال لي اكتر عود انطلب منك الفتره اللي فاتت طلعه هديه على العرض ده، غير دول كمان، غير الثلاثه دول. تخيل انت ايه، تخيل كده. العود الشبح، دبل الليزر ضد الصدى، تشطيب سوبر لوكس من الكربون المحترم. التشطيب بتاعه خيالي يا اخوانا. مش عارف، سن قلم الرصاص نفس اللون. حكايه. الميزه في العود ده ان الفورنيه بتاعه متحرك، يعني عايز تشغله كاستنج، تشغله حداف، تشغله غماز. هو صامولة عكس صامولة يا اخوانا، يعني دي لو كده بتفك يبقى العكس التانية تفك. عايز تمسك العود كده، عايز تمسك من قدام. عود محترم قوي ومصروف عليه، عود بفلوس يا اخوانا، عود ينقني. هدية على العرض ده. ما اكتفاش، اكتر مكنة بتنطلب ايه عشان تحطها على العود ده؟ تخيل ايه؟ اسرع مكنة في مصر، المكنة الباور. دواخل نحاس، حلة معدن، دراع معدن لوكس، مقبض كورة، عمود من الصلب مانوال واوتوماتيك، الاجزاء الميكانيكيه كلها معدن، البودي من الكربون اللامع. اسرع مكنه في مصر عشان تحطها على عود الشبح. ما يتفوتش، ما يتفوتش. لذلك بقول ضغطة رسائل الواتس لو اتأخرت عليك اصبر. التواصل واتس على 0100 73 80 187. الدفع فودافون كاش على الرقم اللي انا هقول لك عليه على الواتس. عنوان شنوفة جبين الكوم منوفية لو عايز تيجي تستلم من المحل.
المندوب بتاع الشحن مش شرط يجي لك لغايه بيتك، بيبقى له خط سير بيقرب معاك المسافات. بجاوب على كل الاسئله عشان يعني بيبقى في وش فوق وش العروض كمان، يعني اكيد انتم متخيلين الواحد بيبقى في ايه. طبعا في خدمتكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.